السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حاطط الشريطة السودا دي هي مش عشان بس الناس ما تعرفش أنا مين، حاططها بردك على الحزن، على شباب مصر اللي بتتعرض كل يوم لمهانة. يا ست الريس، شباب مصر بتجيع، بنتعرض كل يوم لمهانة في الكشف الطبي. احكي ايه بس؟ رحت يا ست الريس الكشف الطبي، قمنا جايين موقفيننا كده يا ست الريس في اوضه كبيره، انا وزمايلي لو مؤاخذه كده بالسلبات نتفرج على بعضينا. طب ده معناته ايه ويرضي مين؟ قام جاي يا ست الريس جا دوري، قمت دخلت العياده لقيت الدكتور قال لي نزل. قلت له نزل ايه يا دكتور؟ كده مش هينفع خالص. قال لي نزل يا ابني. قام جاي شخط كده شخط، قمت جيت انا نزلت. قعد يتفرج عليا يا ست الريس لما اخذك كده عينه تروح من فوق لتحت. قام جاي قال لي يا ابني ليه؟ قلت له دكتور وكده مش خلاص. قال لي لا كده مش خلاص. قمت جيت انا لفيت قال لي وطي. قلت له يا دكتور احنا غلابة يتعمل فينا كده؟ لا دكتور. قال لي وطي يا ابني يا حبيب بابا احنا مش فاضيلك، وعمل كده بايده. قمت كده انا وطيت قال لي افتح. الظاهر ان انا ما سمحتش. قال لي افتح يا ابني اكتر. مش شايف ايه يا دكتور؟ مش شايف ايه؟ حرام يا ست الريس، اليهود ما عملوش فينا كده، احنا المصريين نعمل في بعضينا كده، احنا اخوات، حرام ناكل في بعضينا ليه بقى؟ ده في مصلحة مين يا ست الريس؟ ده في مصلحة مين يا ست الريس؟ الدكتور ما عملش كده في القطة وهو بيكشف عليها، احنا مش بني ادمين؟ امال احنا ايه؟ رد يا ست الريس. حسبي الله ونعم الوكيل.